السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. سيناريو زيزو يا جماعة يتكرر بالحرف الواحد مع حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك. طبعا اللاعب غضبان جدا من إدارة نادي الزمالك، وبيقول لك العرض والقيمة المالية في العقد بتاعي مع نادي الزمالك لا تتوافق تماما ولا مع إمكانياتي ولا مع عطائي داخل الملعب مع نادي الزمالك حاليا، وبيطالب برفع طبعا العقد بتاعه لمبالغ طبعا ترضيه هو شخصيا. نادي الزمالك عرض عليه مبلغ محدد، هو حتى قال لبعض المقربين ليه، قال لهم المبلغ ده لا يناسبني ابدا ويخليني افكر بالرحيل طبعا عن نادي الزمالك، سواء للانديه جايه له عروض طبعا من اوروبا بالتحديد من روسيا ومن بلجيكا. عامه الانديه الروسيه اللي جايه له واحد اسمه سيسكا موسكو، واحد اسمه زينت مش عارف ايه، ونادي طبعا بلجيكي ما قالش اسمه، ولكن كلها انديه كوبري، يعتبر انديه لا تبشر ان هو فعلا هيروح يحترف في اوروبا. لو راح في الانديه دي هيبقى دي عباره عن كوبري اللي يروح فريق تاني، الا بقى لو راح لانديه الخليج. عامه هو رافض يا جماعه لحد الان العروض اللي جايه له من نادي الزمالك للتجديد عرض حسام او عقد حسام عبد المجيد بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي 26 تمام. ففي حاله طبعا ما وصلش لحل مع نادي الزمالك والزمالك ما قدرش يقدم له العرض اللي هو طبعا يتمناه واللي هو يرضى عنه شخصيا، في الحاله دي نفس سيناريو احمد سيد زيزو هيتكرر بالحرف الواحد بالكربون مع حسام عبد المجيد. هيفضل طبعا يماطل في التجديد وما يوصلش معاهم لحل، والزمالك مش عارف يجدد له لحد نهايه الموسم اللي جاي. فبالتالي بدل ما هو يبيعه السنه دي مثلا لاحد انديه الخليج او الانديه اللي جايه له من روسيا او بلجيكا ويستفيد الزمالك ماديا، هيمشي الموسم اللي جاي افري مجانا، يروح زي ما هو عايز، يروح الاهلي، يروح اي نادي. خاصه ان في انباء يا جماعه تواصلت طبعا، قالت لك مسؤولين في النادي الاهلي تواصلوا مع وكيل اعمال حسام عبد المجيد علشان ينتقل لنادي الاهلي في الميركاتو المقبل، ولكن اللاعب نفى صحة المعلومات دي وقال لك مفيش أي اتصالات أو مفيش أي حاجة جمعتني مع إدارة النادي الأهلي أو مسؤولين النادي الأهلي بوكيل أعماله. دي كلها عبارة عن إشاعات. أنا موجود مع نادي الزمالك ولكن أبحث طبعا عن العروض المقدمة لي من سواء من روسيا أو من بلجيكا، أو في حالة الزمالك يقدم لي العرض طبعا اللي أنا أرضاه ويليق طبعا بمستوايا وبمجهودي وبإمكانياتي وبعطائي داخل ملعب الزمالك. الجدير بالذكر يا جماعة أن حسام عبد المجيد دلوقتي المدافع اللي عنده 24 سنة فعلا ركيزة أساسية من ركائز نادي الزمالك، وأيضا حتى مع المنتخب المصري مدافع يعتبر صاعد واعد، وأيضا مستواه الفني يليق إن هو يستحق إن هو ياخد راتب ويعدل طبعا راتبه أكتر من كده مع الزمالك، لأن راجل يستحق أكتر من كده. مدافع طبعا من الطراز القوي، يفكرك طبعا بنوعية عماد النحاس، بنوعية مثلا بشير التابعي، بنوعية مثلا وائل جمعة، الناس التقيلة دي. عامة يا جماعة ده سيناريو حسام عبد المجيد اللي تقريبا هيتكرر نفس سيناريو أحمد سيد زيزو في حال الزمالك وفضل متمسك طبعا بالجمود بتاعه في العقد بتاعه مع حسام عبد المجيد وما رفعش قيمة العقد بتاعه اللي ترضي اللاعب علشان هو يستمر مع النادي ما يرحلش. لأن لو رحل بالتحديد لأندية روسيا اللي هو سيسكا موسكو أو زينت، دي كلها أندية هتكون كوبري، ومن بعدها اللاعب يروح نادي الأهلي أو أيا كان، مش هتقدر تمنعه. بس يا جماعة وفي النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.